واحدة من المواقف اللي بيفشل فيها كتير من الصيادلة هو إنه إزاي يتعامل مع العميل العصبي أو العميل الزعلان من خدمة قدمتها له الصيدلية. كتير قوي من المواقف دي بينتهي يا إما الشخص زعلان أو الصيدلي ما عرفش يحل المشكلة، وفي الآخر أنت خسرته كعميل ومش هيجيلك تاني الصيدلية. الفكرة هنا إنك بتتعامل إزاي مع العميل ده. في كام جملة كده لو قلتها للعميل قدامك وهو أصلا جاي متعصب ومتضايق وعنده مشكلة، العصبية دي عنده هتزيد أكتر. أول حاجة إنك تقول له مش ده اللي حصل. معنى ان قلت له مش ده اللي حصل فهو كذاب، يبقى هو جاي يتدلع عليك، هتلاقيه بيتعصب اكتر. رقم اتنين انك تقول له لا يا فندم حضرتك فاهم غلط. معنى ان هو فاهم غلط ان هو غبي، يبقى انت برضو بتغلط فيه بطريقه غير مباشره وبتستفزه اكتر. فبالتالي مهم قوي الكلمه الخارجه مننا ممكن تتفهم ازاي. الحاجه الثالثه تقول له الغلط مش من عندنا. معنى انك تقول له الغلط مش من عندنا يبقى انت كده بتشيل ايدك من الموضوع وبتحاول بكل الطرق انك تطلع نفسك مش غلطان. نصيحه مني، وانا دي حاجه بعملها كتير قوي في الشغل بقالي سنين، ان انا عمري ما اخش في تحدي مع العميل. العميل في الاخر لو انت ضايقته هو في 100,000 صيدليه تانيه غيرك. حاول دايما تكسب العميل. لو عملت له مرتجع ب 1000 جنيه او دواء ب 1000 جنيه مثلا، مش هتيجي قصاد ان هو يخرج متضايق ويتكلم عنك بطريقه مش كويسه للناس اللي حواليه، عشان حاسس ان انت ما اديتوش الخدمه اللي هو عايزها. فالنصيحه اللي في الاخر اللي عايز اقولها لكم، بلاش نخش في التشالنج مع العميل. العميل لو انت خسرته فانت في 1000 صيدليه تانيه موجوده تقدر تقدم نفس الخدمه. حاول تكسب الناس وحاول تحل المشاكل بطريقه بسيطه من غير ما تيجي على نفسك وتيجي على الستاف، او تحس ان انت اجريسيف مع العميل ومش فارق معاك الفيدباك بتاعه.